السلام عليكم. كيك ديال الحامض اولا الليمون كيجي من اروع انواع الكيك اللي تقدروا توجدوا. قطني رطب بزاف وهشيش وكيبقى لمده طويله وهو في هذه الرطوبيه. بالنسبه للمقادير بكاس العنبه هما كيبانوا، وبالغرام 150 غرام ديال السكر، 120 غرام ديال الحليب، و50 غرام ديال الزيت. في خلاط كهربائي اولا تخدموا غير بيديكم. جوج ديال البيضات يكونوا بحراره ديال المطبخ. غادي نزيدو عليهم كاس ديال السكر، نزيدو عليهم الفاني، ساشي ديال الفاني، قشور ديال الليمونه حامضه، جوج معالق كبار ديال الليمون الحامض، عصير ديال الحامض، و50 غرام ديال الزيت. وغادي نطحنوا هادشي كلشي مزيان، واللي بغى يخدمو بيدو غير يخدمو. في هذا الوقت غادي نجيبو داك الحليب 120 غرام ديال الحليب، ونزيدو عليه 3 المعالق كبار اللي هي 45 غرام ديال الزبده، وغادي نديوهم يغليو. من بعد ما غادي تطحن الخليط ديال البيض غادي نديروه في شي بول، وغادي نضيفو من 200 حتى ل 250 غرام ديال الطحين مع 12 غرام ديال الخماره الكيماويه. الخميره الكيماويه غادي نديرو منها ساشي ونص، غير 12 غرام. وغادي نخدموا هذا الخليط مزيان. خدموه هكا بشي سباتولا ولا باش ما بغيتو. اللي بغى يحصل على نفس النتيجه يتبع نفس الطريقه ديال العمل، ما تبدلوهاش. كيف ما درنا ديروا حتى نتوما. الحليب ضروري خاصو يغلي ويتزاد في التالي، ما تزيدوهش بارد الا بغيتو تحصلوا على داك النتيجه اللي شفتوا في الاول. صافي. من بعد ما غادي نخلطو غادي نزيدو الحليب وهو طايب مزيان على داك الخليط، وغادي نخلطو. هانتوما كتشوفوا البخار كيطلع مع الجنب. في هاد الوقيته الفران يكون كيسخن على 170 درجه الا كان ديال الضوء، واذا كان ديال الغاز نديروه متوسط. غادي نديروه في المول، اما طويل بحال هذا تقريبا 18 20 سنتيم، او لا اي شكل كيعجبكم. المهم الشكل ماشي ضروري، غير خاصو يكون 20 سنتيم. صافي. بعد ما غادي يطيب الكيك غادي نحيدوه من داك المول ديالو. بغيتو تخليوه بحال هكا خليوه، ما كاين حتى مشكل. هانتوما شوفوا شحال كيجي رطب، وراه كيبقى هكا تقريبا يومين 3 ايام في هذه الرطوبيه هذه. من بعد غادي نديرو، بغيتو تخليوه هكاك خليوه، بغيتو ديروا له الكلاصاج غادي تحتاجوا 3 المعالق كبار ديال سكر كلاصي، معلقه ديال الحليب، واحد المعلقه ديال عصير الحامض. الا بغيتو يجي غير طبقه شفافه غادي ديروه هي بحال هكا خفيف وديروه على الكيك وهو سخون. بغيتو يبقى لكم بيض بحال هكاك خليو الكيكه حتى تبرد نهائيا. انا كاع ما خليتها تبرد، درتو غير بحال هكا غير تبقى خفيفه باش داك الكلاصاج اللي كديروه غليظ بزاف. ما المهم انا ما كيعجبنيش. تقدروا ديروه كيجي تبقى غليظه وكتبقى بيضه. صافي. وغادي تخليوه حتى يبرد وتاكلوه بالصحه والراحه. انا غادي نقطع معكم واحد الطريف وغادي تشوفوا كي كيجي من الداخل. هو بعد هذا الكيك ما كيجيش نهائيا حلو، لان فيه كاس السكر مع داك الليمون الحامض كينقص الحلاوه. شوفوا كي كيجي، عرفتوا كيجي كيتفتت بمعنى الكلمه. هذا الكيك انا كنديرو تقريبا مره في السيمانه، كل سيمانه خاصني نديرو، لان وما كيديش تقريبا حتى يومين ولا 3 ايام. هانتوما شوفوا كي كيجي بالرطوبيه كيجي هشيش بزاف. راه الا ما خليتوهاش تبرد اولا قطعتوها رقيقه غير تهزوها غادي تقسم لكم. رطب 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 بزاف كي القطن. بصراحه كيستحق تجربه. راه سهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، فقط تبعوا المراحل باش تحصلوا على نفس النتيجه. شكرا على المشاهده والى اللقاء.